لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الله. الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بارزان خوش حالم لواني 1414 لواني كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان ومن بست رضا دي رب العالمين وهبادار مئوي آزيز السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والله خوش وسناو كلواني رابردوش كما قلنا خزمت أوات بيروزة دابوين كاتك وإبليس داري أي پروردگاره بما أغويتن بسبب أتو أمن التوشي غواية وقمرائي كردية أمنيش لبو خلچي گناه تاوان درازين مو هر هموشیان توشی گمرایی دکم هر هموشیان توشی گمرایی دکم کواتا وکو لکوتایی وانی رابردو باس ما کرد کوا إبليس علو سببی غوایت و گمرایی کتیدا دیدات و پال قدر خواهی گون مع العلم بخوی بو پاری محضی ارادی خوی او ریگا تسوتی هل بجاردیه ایتر بریار دا ببی شرمانه لخزمت خواهی گوره بريار دا ولا أغوينهم أجمعين أي ولا أضلن جميع الناس عن طريق الحق هر همويان لريقاي حق سريان لدى الشيوانم. ابن عاشور دلي كلام الشيطان هذا طفح بما في جبلته كواتا أوقسي الشيطان هالقولان أوي كوا للطبيعات خويه بخوي هرواية وليس هو تشفيا أو إغاظة نقلبوا أوي كوا كشفاي دلي خوي بدا يان لبو تركدني خوي قوربي نا شفاي دلي خوي بدا لرقي آدم نا يان إغاظة لرب العالمين نا لأن العظمة الإلهية تصد عن ذلك العظمة إلهي ريقاي ليدقري كوا لسأو أصل أقسام كبلام أو دي طبع خوي وايا أو حزي بوشتايا لحديث يقدا كوا إمام أحمد أخرجه وأبو يعلى والطبراني في المعجم الأوسط وقال الهيثمي في الزوائد أحد إسناديه رجاله رجال الصحيح وحسنه ابن حجر في الأمان المطلقة والألباني في صحيح الجامع وشعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قال لربه إبليس بپروردگاری قلت بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت أرواح فيهم قسم بعزة جلالته بردوام دبم بني آدم سريان ليد الشوين حتى روح لجستيان دابي فقال له الله تعالى في فرمو فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني قسم بعزة جلالي خوب نشتويان خوش دم حتى داوي خوش بون مليبكن لا كواتا مهمة براس إنسان أجر بدفع الشيطان نفسي أمارة بالسوء قناه تاوانش أنزام دا زو توببك بقريتو خاي قورا قبول الدكاء لمجموع فتاوى ابن تيمية لدرباري أو قولي إبليس كاتي كذا ربي أنظرني إلى يوم يبعثون مورات بيبدأ تاوك الزند ابن وقوله قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين طلعوا آت دلالة على أن إقرار العبد بالحقيقة الكونية كاتكوا باندا إقرار واعتراف دكا بو حقة كونية كبريتيلا وهي أن الله ربه وخالقه وخالق غيره
کاتێکەوە بەندە ئیقرار دەکا بۆی کەوە الله تعالى پەروەردگاریتی وخالقیتی وخالقی غیری ویشە وەکو ئیبلیس دەڵێ ڕەبی دون القيام بما أمر به من الحقة الدينية كواتا حقة كونك ويكوا إبليس اعتراف بذلك كالله تعالى خالق مالك پروردگارا بلام كسي كوا اعتراف بو حقيبك واتا كسي بيباورش ساخسي لك دو خوم إيمان بخواي يقول هي أو إيمان بون بخوايا بويكوا خوا خالق مالك مدبرة بلام حقة دينية كيف هالناستي أو يكوا لسرشانتي وكو بنديك لبو الله تعالى بي هالناستي التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته بويكوا هالناستي أو عبادتي أنزام ذاك وبيوستبا خواتي الله تعالى وطاعة أمره وأمر رسوله وطاعتي فرمان كان الله تعالى وفرمان كان في غمر كيناك صلى الله عليه وسلم أنه يكون من جنس إبليس وأهل النار أو كسيرسند اعتراف بذات الله تعالى بكوا خالق مالك مدبر برام هالناستي بو عبودية بندياتي كفيسر الله تعالى أنزام بدأ طاعتي فرمان الله تعالى وبيغمبر كيناك صلى الله عليه وسلم أو كسا لجنس إبليس ولا أهل آجر خوافنا من دا وإن ظن مع ذلك إن من خواص أولياء الله يتر أو كسا أجر واش تيبقى ولا لا تايبتكان أولياء إخوائي قوريا وأهل المعرفة والتحقيق كسيك أخواناسو لاشتكان وربويتو الذين يسقط عنه الأمر والنهي الذي يسقط كساني قواتي جيشتين كقوايا بقات حالتك لتزكية ولمعرفة رب العالمين يتبعيش بطاعة عبادتنا منه تكليف لسر هالدستي بلام كان من أشر أهل الكفر والإلحاد بلام أو كسا براستي لا خرابتريني أهل كفر إلحادة خرابتريني أهل كفر إلحادة شوك إبليس يجرب بخواتي خواهي قوردك بلام آمادني من الكذب بفرمان كان إذا هالكسيشيش واتبقى والله ام قيشتي ما يقين لخواي قوله يتربيزناك الطاعة عبادة بكم ضريئة هاوشوي إبليس ولا أهل آقرة خوافنا من ده هل مجموع فتاوى ضريئة القدر يؤمن به ولا يحتج به سيشي زور زوانا القدر يؤمن به ولا يحتج به فيست إيمان ما بقدر خواي قوله كيش تقلو وجوده بإذن أمرنا ده برام نابي بكينا حجر بخمان فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس هر كسي إيماني بقدر نبي كواها مشتاق لو وجوده بإذن خواهي قول الردى أو وكو مجوسي وآقر فرستانة ومن احتج به ضارع المشركين هر كسي يجبي كاتحجل بو خوي والله لبر قدر خوا أوام كير أو براستي هاو الشيوي مشركة كان ومن أقر بالأمر والقدر هر كسي اعتراف بفرمانكاني كوني خواي قوربك وبقدري خواي قوربك وبقدري الشرعية كانبك وطعن في عدل الله وحكمته بلام تانل عدالة حكمة خواي قورب اللي يبدأ كان شبيها بإبليس هاو شوي إبليس فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارضه برأي وهواء الله تعالى دار باري إبليس باسك لكوات طعني لحكمته لحكمي خواي قورة كردية وكواتك خواي قورة فرمان بيكر هموتان سوزدي تحية لبو آدم أو آماد نبو وعارضه برأيه وهواه ومعارضي فرمان خواي قورة كرد برأيه بهواه آرزوي خوي قلتي أمن باشترم ليلو مسوزدي لبو يبم إتر هركسي شبابك وأنه قال بما أغويتين لأزينن له في الأرض ولهم أجمعين إتر أو كسا فعلا هاشوي إبليس ومصيري شي مصير إبليس كواتا فعلا أو جملة زور جوانا إيمان يعني القدر يؤمن به ولا يحتج به قدر خواهي قول فيستا إيمان ما بيها بكيش تقل وجود بإذن خواهي قول بلام لا يحتج به نبي كينا حجة كابرا قناحك دكا ولا خواهي قول ويستي لسربو بخود أنزام الدا بخود فاعل كبوي بلام خواهي قول آقادار بو دشيزاني ديكي بلام بخود بمحض إرادة خوي لو سزاد دريد السري كاتوا زور مهمة وهروها لقولش كيد الله إن الله لا يغفر أن يشرك به الله تعالى خوش نابي لكسك كواشريش لو بريار بدا سواء كان المشرك مقرا بالقدر وناذرا إليه إتر أو مشركة أجر اعتراف بقدر خواي قوربك تساوي لسربي
أو مكذبا به أو غافلا عنه. يعني تر أصلا قدري خواش بدرو بزاني يعني بآقابي لي يتر أوي مشركة خواهي يقول لي قبولناك. فقد قال إبليس بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إبليس كاتك وادله فأصر واحتج بالقدر. إبليس دله بما أغويتني إصرار ذكر موقف خويو حجج بقدر خوي يوردينتو فكان ذلك زيادة في كفره وسببا لمزيد عذابه. براستي أو زيادة في كفر أو كوا إبليس ديله بهوي وكفري زيادة ذكاء وهروها هو كاري شربوي كوا عذاب لسري زياد بي كوا تديسانج دلينوا القدر يؤمن به ولا يحتج به. فيست إمام ما قدر خوي يقول به اشتق بإذن أرونادا برامنا بكين حجة بله. إن هلا آتي دواتر كاتك وإبليس قتي بما أغويتين لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين لدواتر دفر إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس ظل هرهم يا سليد الشيوانم إلا عبادك منهم المخلصين أي إلا عبادك الذين اخترتهم لهدايتك إلا أو بنداني خودنا بكواتو هلد بجاردين بو هدايات وطهرته من الشرك والرياء أواني كوا أتو خاوينت كدينو يا ربي للشرك للرياء بازي فصاروا مخلصين أوان باك بوينوا لويا فلا أستطيع إغواءهم ناتوانم أوان سلب شوينم. سعدي دالي المخلصين الذين أخلصتهم واجتبيتهم إلا أو بندانت نبي كواءتو إخلاصت ببخشينا هلد بجاردينا لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. واليوم بخوان إخلاص يعني كردية إيمان يعني هيو بشتيان بتو بستا أتوش فعلا إخلاصت بيان بخشيو هلد بجاردين كواتا نقطة زور مهمة. بيوست لسرت هذا إما هول بدين إخلاص بكين لكارو كردو طاعة وعبادات كارما كأخوي يقول أو نية تباكي لتوبيني أو إخلاص بيد بخش مرتبة يكم هول بدين هرسونت خوي يقول تعمل قلب ذكاني وبيوست لخومانو دس بكين هنجاو بنين برو خير خوي يقول أو هنجاو لتوبيني أو زاير متيد ددا هول بدين إخلاص بكين خوي يقول إخلاص بيد بخشي. إذا فعلا أو آتا بدو قراءة دخين ريتوا قراءة المخلصين وآتا بفتح اللام مخلص بفتح اللام لامك مفتوحة أو هذا خين ريتوا وكنافع عاصم حمزة كسائي أبو جعفر. مخلص طبعا لا اسم مفعول من أخلص بمعنى أن الله أخلصهم الله تعالى إخلاص ببخشين فصاروا مخلصين بوين مخلص أي اختارهم الله وهداهم الله تعالى هل بجادينا هداية دينا. رازي دلي القراءة بفتح اللام كواتا أو قراءي كواتا المخلصين تدل على أن الإخلاص والإيمان ليس إلا من الله تعالى. براسي إخلاص الإيمان خصنا نضل باندا إلى الله تعالى حيث أن معنى الآية على هذه القراءة الذين أخلصهم الله بالهداية والإيمان والتوفيق. وأوانك خواي قولا إخلاص ببخشينا إيمان ببخشينا وهداية داينا. قراءة دوم المخلصين كأبو قراشيك وباقي واني سر وباس ماكر كقتمان المخلص تشي بيدخين توا نافع عاصم حمزة كسائي أبو جعفر برام لغير أوانا بمخلصين دخينوا كاسم فاعلة لأخلصيها بمعنى أنهم أخلصوا لله دينهم وأعمال من الشرك والرياء. كواتا أوانا إخلاص يعني كردي للطاعة وعبادة كانيا خوان للشرك والرياء باراستيا. أبي حيان ضل فيه دلالة على جلالة هذا الوصف براستي أو أتبلغي لسلوك أو وصف زور من مسألة إخلاص وأنه أفضل ما اتصف به الطائع باشترين وصف كإنساني مطيع لبخواي قورة في وصف بكري أو كوا إخلاصي لبخواي قورة. كواتا وكوت من بهود قراءة هاتية المخلصين المخلصين كواتا فعلا أوها وكوز أقوال زانيان ما باسكر أصل لمسألة إخلاص هر يقل إما هول بدين إخلاص لأن ما خو ما نخواي قولا لدلو درون ما نهبي لهم كارو طاعة وعبادة كان من
ئیتر کە خوای گەورە ئەوەی لە تو بینی خوای گەورە ئیخلاص پێ دەبێ مخلص کاتە یەکەم زار مخلص ئەو جا مخلص پێویستە هەوڵ بدە ئیخلاص دروست بکەیت اینجا خوای گەورە کە ئەو نیەتە پاکەی لە تو بینی ئیخلاصت پێ دەبەخشی والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون